جبت بولة ونزلت بكوباية كبيرة من الزبادي أو كوبايتين صغيرين، وعليهم بشوية كده مايونيز حلوين، يعني نص كوباية من المايونيز بالشكل ده. ونزلت عليهم بمعلقتين كبار من الخل، وعليهم بعصير ليمونة، ونزلت عليهم برشة صغيرة من الملح، ورشة صغيرة من الكمون، ورشة من البصل البودر والثوم البودر، يعني ربع معلقة من كل حاجة، معلقة صغيرة يا بنات. وبعد كده احنا بنظبط الملح بتاعنا لو عايزين. وهنا بقى كان عندي خيار مخلل كده انا مخللاه في البيت، نزلت كده بمعلقتين 3 خيار مخلل مقطع، وعليهم خيار عادي خالص مقطعاه برضو، وعليهم كده معلقتين 3 من الشبت. الشبت يا بنات هيوديه في حتة تانية خالص، طعمه خطير، مخلي الصوص طعمه حلو جدا. انا بحب المايونيز كتير يا بنات، عشان كده انا حطيت نص كوبايه، انتوا تقدروا تحطوا معلقتين 3 ولو احتاجتوا تحطوا. طعمه تحفه. انا هنا حسيت ان هو محتاج شويه ملح فحطيت له رشه ملح. هنزل بقى عليهم بعد ما قلبتهم كويس، هنزل عليهم ببطاطس محمره، طبعا الكميه دي زي ما انت تحبي. انا هنا كنت محمره شويه بطاطس، هنزل بيهم على الخليط دوت. بجد يا بنات احلى ترند هتعمليه، طعمه تحفه. نقلبهم بقى كويس قوي. وده بقى يا بنات عايز يتاكل على طول، عشان لو قعد في الصوص دوت هتلاقي البطاطس طريت معاكي، فده عايز يتقدم على طول، يعني ما تحطيش البطاطس غير وقت التقديم. بجد يا بنات طعمه خطير، هيعجبكم، هيعجب ولادكم، اعملوه. وبكده يبقى الفيديو بتاعنا خلص، يا رب يكون عجبكم وبألف هنا.